مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. والنهارده هنعمل فراخ بطريقة جديدة هتعجبكم قوي، خفيفة وسهلة كده اهوت، وهنشوحها على النار في حبة توابل، وبعد كده هنزقها في الفرن وخلاص. بس يا ريت فضلا منك شجعيني بأجمل لايك، ويلا نبتدي الفيديو على طول. انا معايا فراخ، عايزه اوريكم بس الفراخ ازاي بتتغسل. انا وريتها لكم قبل كده، بس عشان اللي بيتابعني جديد لسه اول مره. انا معايا دقيق وملح وسكر، كل دوت انا هحطه على الفراخ. ومعايا كمان عصره ليمونه، ممكن تحطي خل يا ملح يا ليمون. يعني الحاجات ديت، الحمضيات دي والملح كمان معاه بيسحب الدم اللي في العظم. والدقيق يعني الشعر الرفيع، بيطلع الشعر الرفيع. والسكر بيسحب الدم برضو، وبيدي تسكيره حلوه قوي للفراخ على فكره. وادعك كده لازم الفراخ تكون ناشفه، عشان الدعك ده هو اللي بيشيل الشعر الرفيع بالخشن اللي في ايدي ده. اي حاجه فيها مزلوقه بقى، اي حاجه فيها كده ولا كده، بيطلع ده كله معايا وانا بدعك كده اهوت. واخلي بالي ان انا ما طرطش حواليا واكعبل الدنيا، علشان الفراخ يعني، والميكروبات اللي بتبقى فيها وهي نيه. انا دلوقتي هكمل انا دعك كده الفراخ، وهروح على الحوض اكملها كده غسيل ودعك كده بالملح وبالسكر. واشيل كل اللي فيها، وارجع لكم اجيب التوابل، وارجع لكم تاني على طول. اهو يا حبايبي انا غسلت الفراخ كويس وصفيتها من الميه. لازم الفراخ عشان اغسلها واطلع منها القش الرفيع، الريش الرفيع، وكل الحاجات اللي فيها اللي بتبقى لازقه فيها، والمخاط اللي فيها او الزلوقه اللي فيها ديت، لازم تكون ناشفه. يعني اجيبها من عند الراجل الاول، وبعد كده اغسلها وادعكها بالدقيق وبالحاجات اللي حطيناها، وبعد كده هو اروح احطها تحت الميه. لما تبقى ناشفه هتساعدني ان هي تتفرك بسرعه. معايا بقى التوابل، اي توابل انت عاوزاها حطيها. انا معايا معلقه صغيره من كل فلفل اسمر، وكاري وكزبره ناشفه و... وجنزبيل وقرفه وزعتر. كل دوت هخلطه على بعضه، ومعلقه صغيره من كل حاجه، توابل بتدخل في بعضها. وهرش كده عليهم واتبلهم حلو. تقدري تحطي التوابل اللي تريحك، اللي انت عاوزاها. هرش كده عليها من هنا ومن هنا من عند الجلد كمان. وبعد كده هوت ايه، هسيبها شويه تتبل، واقطع الخضار. انا هحط معاها بصل وطماطم وتوم وفلفل. آه وهروح على النار ونشوف هنعملها ازاي. اهو يا حبايبي انا كده حاطه هنا معلقه زيت واحط عليها معلقه سمنه، وهبتدي احمر في الفراخ آه حته حته كده، اديها صدمه يعني، واعدل الجلد كده عليها. هشوح بقى فيها كده من كل الجوانب واطلعها واوريها لكم. كده اشوح فيها كده صدمه كده، وبعد كده اوريها لكم. كده انا شوحت الفراخ وطلعتها. هي لسه نيه، انا هدخلها الفرن. انزل البصل بس كده الاول ياخد معايا تشويحه. افضل اشوح فيه كده اهوت، مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه بس يتشوح كده. البصل اهو دبل معايا، هحط كمان عليه الثوم،
اشوح فيه شويه اشم ريحه الثوم بس. وهنزل بالفلفل وهحط الطماطم وهسيبها بقى تتسبك شويه، وهحط معاها رشه بقيه البهارات عشان خلاص انا حطيت ايدي اصلا فيهم والفراخ نيه، فمش هينفع اصلا يتشالوا يعني، حتى لو انا مش عاوزاهم حطيهم. بس انا هكتب لكم البهارات دي في صندوق الوصف يا جماعه، بسبب اللخبطه اللي حصلت معاكي دلوقتي. هفضل بقى اقلب فيهم لغايه لما يتسبكوا شويه، وكده هي اتسبكت. هنزل معايا هنا مكعب مرقه اللحم اللي احنا عاملينه على القناه. جربوه يا جماعه، يا ريت تجربوه، المكعبات دي جميله، صدقوني صدقوني هتغنيكم عن المكعبات اللي بره. وهنزل عليها بشويه ميه، هنزل عليهم كمان بزبادي او روب اللي هو اللبن القاطع، وهقلب فيهم شويه واستنى لغايه لما تسخن او تغلي كده. ويا حبايبي الصوص غلى، انا ظبطت الملح بتاعه، وهعصر عليه كمان عصره ليمونه اهو عشان يبقى فيه المزازه دي كده، بيبقى طعمها حلو. وهرجع بقى الفراخ كلها تاني هنا كده، وهوديها الفرن. لو كان عندنا ولاد صغيرين نقطع الفراخ حتت صغيره كده علشان ما يبهدلوش الدنيا وياخدوا الفراخ يبهدلوا بيها الدنيا. يعني ممكن الرمانه دي كده اللي هي حته الورك الدبوس دي تخلي العيل يشبع يعني اهو كده. وهرجعهم بقى هوديهم الفرن يحمروا ويكملوا تسويه زي ما هم كده، وبعد كده هوريهم لكم. حبايبي اهيت الفراخ طلعت من الفرن، استوت اهي منتهى الجمال اهي اهو. فيها صوص طريه، ينفع على فكره تحطش معاها بطاطس لو عايزه تحطي معاها بطاطس، بس انا عملت معاها رز اهو. جميله بجد، جربوها ومطلعه ريحه في منتهى الجمال وطريه على الولاد. هي لا مشويه ولا مسلوقه، بس واخده طعم حلو قوي. المهم ان هي طعمها حلو، اوعدكم ان هي هتعجبكم. يا رب تجربوها وتعجبكم. و يعني اللي مستكتره البهارات اللي اتلخبطنا فيها انا هحطها في صندوق الوصف. واللي تحب اي بهارات تانية تقدر تحطها بتستريح لها يعني في الشوي. يا رب تجربوا الوصفة وتعجبكم. كانت معاكم قناة حلو حادق مع المسية. متنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.